سلام حبايبي، معاكم سامح من فلوريدا، واهلا بيكم في قناتي عيش امريكا. حلقة جديدة والنهاردة فيها هتكلم عن هو بجد العرب المهاجرين أيدوا ترامب علشان هم مش عايزين حد تاني يهاجر لأمريكا. هو بجد العرب اللي في أمريكا لما وصلوا أمريكا مش عايزين حد تاني يجي، يعني هم بس اللي استفادوا من الهجرة لأمريكا وعاوزين يقفلوها على باقي العرب اللي في كل الدول العربية، سواء العرب المهاجرين أو أي جنسية تانية. هنفهم ده كله مع بعض، بس في الأول هعرض لكم حاجات على الشاشة قدامكم تبين فرص عمل، وفي سؤال جالي هجاوب عليه. أول صورة هتبان قدامكم على الشاشة هي لواحدة بتشكر شركة جت تنضف لها شبابيك البيت، وبتنضف لها الشبابيك من جوه ومن بره، وبتاخد معاهم ميعاد مرة كل سنة. طبعا شغلانة كويسة، ممكن تبقى سايد جوب لاي حد جاي جديد. برضو سيرش اب على اليوتيوب ازاي بتشتغلها، ايه المعدات بتاعتها، ودي بيشتغلوها كتير من الهاندي مان. ولو انت هتاسس شركه ترخص الشركه مش محتاجه يكون معاك شهاده ولا حاجه، انت بتاسس شركه وتاسيسها سهل، بتروح لاي محاسب يساعدك في تاسيس الشركه وكده تبقى صاحب بيزنس وتبدا. الورد اوف ماوث مهمه جدا، زي الست دي هي واحده من الجيران في موقع للجيران عاملينه مع بعض هنا، فهي شكرت في الشركه، فانا وصلت لي المعلومه، فلو انا احتجت حد ينظف لي الشبابيك بتاعت بيتي من بره او من جوه هجيب الشركه ديت. الصوره التانيه اللي هتشوفوها قدامكم صوره هاندي مان، واحد من جيراننا تاني او واحد من جيراننا بيشكر في واحد جابه، والواحد دوت غير لهم التويليت بتاع الحمام وعمل السيراميك بتاع الحمام، وقالت ان هو هاندي مان كويس جدا بيعمل كل حاجه في البيت ما عدا البلامينج والالكتريستي، دول محتاجين رخص ومحتاجين يكون شركه معاها تامين كمان، فما بيعملش الحاجات ديت، ما يقدرش يشتغل فيها من غير رخصه ومن غير شهاده. فطبعا ده هاندي مان شغلانه حلوه قوي. لو انت صناعي في بلدك تعالى بالصنعه بتاعتك هنا، سواء بلاط، نقاشه، سيراميك، بتفهم تعمل حاجات بسيطه في البلامينج، تغير قاعده التواليت، الحاجات البسيطه دي كلها، دي شغلانه كويسه جدا باكد عليها، منتشره موجوده. الحاجه الثالثه اللي عاوز اقولها اللي هتشوفوها قدامكم في شركه جاتر كليننج اند بريشر واشنج. البريشر واشنج دي شغلانه معروفه هنا، الغسيل بضغط، دي تيجي مكنه مخصوصه بخرطوم بميه طالعه قوي جدا، بينضفوا بيها الرصيف بتاع الارض او الواجهه بتاعت مبنى بتاعت بيت بتاعت محلات، ومعروفه. وبرده لو هتاسس شركه مش محتاجه رخصه ولا اي حاجه، بتاسس شركه على طول وتبقى معاك معداتك وتبدا تشتغلها، وممكن لو هاندي مان بيعملها برده بيعملها لوحده. والجاتر كليننج، الجاتر دوت اللي هو الزيق اللي دايما يدور حوالين بيوتنا في امريكا هنا، عشان الميه بتاعت الشتاء الروف عندنا عامل كده مايل، فالميه بتنزل بتمشي في جاتر داير ما يدور وتنزل للارض، عشان مش معقول تنزل من فوق البيت تهبط في الارض، مش هتعرف تنام، عندنا الشتاء بيبقى قوي جدا، فطبعا لو بتهبط الميه من فوق البيت على طول لتحت فانت هيبقى طبعا صوت الميه قوي جدا، ولو حد نام بالليل مش عارف ينام خالص. فهنا الميه ما بنسمحلهاش تنزل على البيت كده على طول على الارض، بتمشي في جاترز، دي داير ما يدور زيق كده تتجمع في الميه وتنزل من خلال انبوبه جنب البيت في هدوء ما حدش يحس بيها. فدي بتتسد من ورق الشجر، فطبعا من وقت للتاني بتحتاج تنظيف. انا لسه منظف في الجاتر في بيتي هنا بعد الاعصار اللي فات على طول، عشان في شجره طويله اللي واقفه ورايا لو باينه ديت، الشجره ديت بتنزل فوق ورق كتير، فسد الجاتر عندي. جبت الشركه قعدوا بالظبط 10 دقايق ولد بيطلع فوق بينظفها وبينزل. فدي برضو شركه وشغلانه ممكن واحد يشتغلها لوحده يبقى حر نفسه. الحاجه الرابعه اللي هتشوفوها قدامكم واحده بتقول انا شغاله في اوبر، واوبر بياخد 65% من نسبه الرحله، يعني لو رحله ب $100 اوبر بتاخد $35 وهي بيطلع لها مكسب صافي $35. فهي بتقول دي عربيتي والبنزين احنا بنسميه جاز، والجاز بتاعي والعربيه بتاعتي واستهلاك الفرامل واستهلاك العربيه والطير والحاجات دي كلها، فدي عربيتي، فازاي ياخدوا هم 65% واخد انا 35%؟ بتقول يا جماعه انا قررت اشتغلها مع نفسي، ده رقم تليفوني، واللي يحب يروح اي مشوار. طبعا هنا احنا بنسافر كتير قوي، اللي عاوز يروح المطارات، لو حد مسن عاوز عنده ميعاد في دكتور، لو حد بيتعالج علاج طبيعي ومحتاج حد يوصله،
ابعتوا لي المشوار بتاعكم وانا هبعت لك الكوت يعني تقدير السعر، وبديكوا اسعار كويسه. وطبعا هي اكيد هتبقى ارخص من اوبر، لان انا كسامح معايا على الموبايل بتاعي اوبر، فهشوف المشوار باوبر اول يعمل كام، وبعد كده هشوف هي هتعرض عليا كام. لو هي فعلا اقل 50% هاخدها، يبقى هي كسبت 35% زياده، وانا 15% زياده على 35 اللي باقيين من اوبر، وانا وفرت 50%. لو اخد 60% موافق، 70% موافق، طالما ارخص من اوبر انا هفضلها هي عن اوبر. وطبعا برضو وورد اوف ماوث، في حد من الجيران على موقع الجيران اتشهر جدا لدرجه دلوقتي جدوله مقفول بالشهرين قدام. يعني لو انت مسافر وهتاخد حاجه من المطار، او حد ياخدك من المطار او يوصلك المطار، تحجز قبل ميعاد رحلتك بشهرين، عشان لو هو حبه اللي يوصلك سمعته كويسه، ملتزم، عربيته نظيفه، بيجي في مواعيده، بيسوق على مهله، الناس كلها شكرت فيه، لدرجه انا فكرت ان هو ممكن يعمل شركه، يعني يجيب 4 5 سواقين يشتغلوا تحتيه وهو يدير الموضوع، تبقى حاجه كويسه. السؤال بقى اللي جاي لي هتشوفه دلوقتي على الشاشه من احد المتابعين بعد ما شاف حلقه التامين الصحي، بيقول لي طب التامين على الاسنان والنظارات. التامين الصحي اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات ملوش علاقه لا بالنظارات ولا بالاسنان. هنا انا اتعلمت من واحد امريكاني حاجه، هو بيبدل النظاره بتاعته كل سنتين، فالشغل بتاعه بيديله تامين ليه وهو ضايف ولاده على التامين بتاعه، فبيشتري التامين النظارات ليه كل سنتين، يعني بيشتريه سنه وتاني سنه ما يشتريهوش ويشتريه السنه اللي بعدها. فبساله ليه؟ قال لي عشان بروح اكشف على قاع العين، وبروح طبعا الكشف ده بيبقى غالي ومكلف هنا، هو مريض سكر فبيروح يكشف على قاع العين يطمن عينيه كويسه، وبيغير النضاره كل سنتين. فقال لي اللي انا هعمله لو من غير تامين هدفع كتير جدا، فانا بشتري تامين النضاره في السنه ديت جنب التامين بتاع الصحه في السنه ديت. طيب وبيشتري تامين الاسنان لاولاده كل سنه، قال لي ببدي على السنه اللي فيها اسنان خلاص معاهم اسنان بيظبطوا اسنانهم تبع التامين، السنه اللي هيعملوا فيها نظارات لان ولاده برضه بيلبسوا نظارات. تفهم من كده ايه؟ الراجل ده مواطن امريكي عايش شغال في هيئه حكوميه، مرتبه السنوي كويس جدا، بس تخيلوا معاه التامين الصحي من الشغل بتاعه، وسنه بيشتري اضافي تامين الصحه تامين البصر، ويبدلها السنه اللي بعدها بتامين السنان. تفهموا من كده ان التامين تكلفته فعلا عاليه، وهنا الناس بتحاول تقتصر على قد ما تقدر. فتامين النظر وتامين الاسنان دول مختلفين خالص عن التامين الصحي. وتكلفه السنان في امريكا عاليه جدا، في ناس كتيره من امريكا بيروحوا ينزلوا المكسيك. لو ليك صاحب مكسيكي او ليك حد في الاسره بتاعتك مرتبط بواحده مكسيكيه او متجوز واحده مكسيكيه، وبيقولوا لكم بقى على السكه، بياخدوا الناس وينزلوا معاهم، بيبقوا هم المترجمين بتوعهم في المكسيك هناك، بينزلوا المكسيك اللي هو بيصرفوا في الاقامه والفندق والفسحه اسبوعين، ويرجع نص ثمن تكلفته في امريكا. فطبعا بيفضلوا كتير يعملوا كده، بيروحوا المكسيك يعملوا اسنانهم ويرجعوا تاني. طبعا في كتير من الجاليات العربيه لما وجع اسنانهم يشد عليهم بيروحوا على طول على بلادهم العربيه يظبطوا اسنانهم هناك، عشان السنان هنا غاليه جدا والتامين بتاعها غالي جدا، وحتى الكوبيمنت اللي بتدفعه من جيبك بعد مساعده التامين بيبقى عالي. والتامين برضه بتاع السنان محدود، يعني انت ليك تنظف مرتين بس في السنه، ما ينفعش 3، وليك عدد معين من الفيلينج الحشو برضه مش كذا، لو محتاج اكتر يبقى على حسابك وهكذا. فتكلفه التامين الصحي دي حاجه، وتكلفه التامين على البصر دي حاجه ثانيه خالص، والتامين على الاسنان دي حاجه ثانيه خالص. هقول لكم تكلفه النضاره، تقريبا كشف النضاره في محل النضارات مش عند الدكتور، عند الدكتور بيبقى حوالي $2000، لكن لو هتدفع اوت اوف باكيت. لكن كشف النضاره اللي وانت في محل بتاع النضارات بيكشف لك يشتغل لك هو النضاره، ده كشف $400 غير ثمن النضاره. فسيادتك لو هتشتري النضاره بتجيبها ان اديشن تو، بالاضافه الى $400 الكشف دول. فممكن النضاره هنا توصل لها بالكشف بتاعها حوالي $1000 حسب بقى الفريم اللي بتنقيه، نوعه وشكله والحاجات دي كلها. نروح بقى لموضوع النهارده. هل احنا كعرب نقينا ترامب عشان احنا مش عاوزين اخواتنا العرب اللي لسه ما يجوش؟ طبعا لا، احنا نقينا ترامب عشان ترامب يا جماعه
فتح احلام لناس كتيره. وهنا احنا بنآمن بالقوي، فترامب هو قوي، فلانه قوي احنا بنحب القوي في امريكا اللي يقدر يتخذ قرارات مش اي حد غيره يتخذها. شفنا بايدن في فتره حكمه كان عامل ازاي. يكفي روسيا عملت حرب مع اوكرانيا وما عملتلوش هو اي اعتبار. يكفي اللي حاصل في الحروب في الشرق الاوسط، اسرائيل وفلسطين. يكفي اللي حصل في لبنان. كمان احنا كعرب فكروا فينا، احنا كعرب عايشين هنا. انا كعربي عايش جوه امريكا، انا عايز ايه؟ انا عايز فرصه شغل كويسه، عاوز وضع اقتصادي كويس. لو انا عندي اسهم في البورصه تكسب مش تخسر، لو انا عندي بيزنس يشتغل مش يعطل، لو انا عندي قرض واخده عشان اشتري بيت يكون الانترست ريت او الفايده اللي عليه قليله مش عاليه، لو واخد قرض لبيتي او قرض للدراسه لاولادي او ليا يبقى الفوائد قليله. كل ده انا بدور عليه لمصلحتي انا اللي عايش في امريكا. وعايز بنتي او ابني اللي في جامعه او خلص جامعه ومستقبله جاي يفضل يشتغل في شركات كبيره، فعاوز برضه اللي يحافظ على الشركات الكبيره دي بالدخول العاليه موجود في امريكا ليا وللمستقبل لاولادي. فده اللي احنا بنفكر فيه في امريكا هنا لينا كجوه امريكا اولا. طيب كمان تخيلوا الحزب الديمقراطي كان بيأيد وكان بيدعم موضوع ان الترانسجندر، الواحد او الطفل يبقى عنده القرار انه يغير جنسه بدون ما يرجع لوالديه، بالاتفاق بين الولد والمدرسه في السر. وده حصل مع ابن ايلون ماسك، اتحول لبنوته في كاليفورنيا، وكاليفورنيا ولايه ديمقراطيه تبع الحزب اللي كان بايدن بيرقصه او بيمثله. فطبعا الولد كان بياخد هرمونات ما كانش ابوه يعرف حاجه عنها خالص. اول ما كمل 18 سنه بعت جواب مع عمته يديها لباباه ان هو مش عايز يشوفه تاني وان هو غير جنسه. باباه اللي هو ايلون ماسك متدين متشدد في تدينه، رفض ده تماما وحس انه اتغدر بيه، فقرر ينقل كل الشركات من كاليفورنيا. ودي نقله فظيعه في ولايه زي كاليفورنيا، ان ايلون ماسك عملاق الصناعه سواء في كل التكنولوجيا اللي جايبها واشهرها السيارات طبعا غير الفضاء وهكذا، كل ده ينقل ويروح ولايه زي تكساس اللي جنب فلوريدا على طول جنبي هنا، علشان دي ولايه جمهوريه. والجمهوريين بيوعدوا انهم لا يمكن يسمحوا بتدريس او الموافقه على التحويل الجنسي للاطفال دون علم الابهات، ده لا يمكن يحصل. وترامب طلب من كل اولياء الامور ابهات وامهات اللي ولادهم في ولايات ديمقراطيه ما يودوش ولادهم المدارس الحكوميه علشان ما يحصل لهمش زي ما حصل لابنه، وفجاه يلاقي ابنه ولد بقى بنت وبنته بقت ولد وهو ما يعرفش حاجه، وابنه كان بيخضع لبرنامج تحول جنسي هو ما لهوش راي فيه. طب انا كعربي في المجال دوت ديني ما يسمحليش بكده، عاداتي وتقاليدي ما تسمحش بكده. لذلك هحط لكم على الشاشه ترامب بعت رساله للاقباط المسيحيين اللي هم اللي جايين من مصر، لان احنا الاقباط مفيش اقباط في العالم غير اقباط ارثوذكس بتوع مصر. كوبتك جاي من مصري فرعوني قديم، فبعت لنا رساله يا جماعه انا فاهم تخوفاتكم وتحفظاتكم الدينيه وانا بايدها وانا معاكم وبوعدكم هنحافظ عليها. ووعد في انتخاباته ان لا يمكن يقبل ان امريكا تعترف غير بجنسين، الميل والفيميل، وان هو مش هيبقى فيه جنس ثالث معترف بيه في الاوراق الثبوتيه الامريكيه. فده كله احنا لازم نشجعه. لازم انا كعربي مقيم في امريكا بدور على مصلحتي جوه امريكا، مصلحه ولادي اللي في امريكا، مصلحه ولادهم اللي هيتولدوا في امريكا. فانا لما صوتت لترامب كان ده الاساس، مصلحتي الشخصيه جوه البلد اللي تمشي مع مصلحه البلد وتمشي مع مصلحه ولادي واسرتي والاجيال الجديده من وجهه نظري. طب هل انا غلطان؟ لا. وانا باخد الجنسيه القاضي الايطالي هو امريكاني طبعا بس اصلا ايطالي الجنسيه، وجه هنا مع جده وباباه وحافظوا على تقاليدهم الايطاليه، قال كده واحنا بناخد الجنسيه جيبوا تقاليدكم معاكم، جيبوا دينكم معاكم، جيبوا عاداتكم معاكم، ورثوها لاولادكم. امريكا بلد مهاجرين لكن اربطوهم دايما ببلادكم الاصليه. فاللي انا بعمله دوت مش غلط ولا حتى ضد الدستور الامريكي. طيب تعالوا بقى لما احنا رشحنا ترامب، هل ترامب هيمنع المهاجرين الجدد انهم يجوا؟
الموضوع غلط خالص يا جماعه. ترامب هيمنع بس اللي جايين بدون اي اوراق ثبوتيه، اللي هم الناس اللي جايين من على الحدود وبيعدوا الحدود بطولهم، معهمش اي حاجه، لا باسبور ولا اي دي يثبت هم مين، ودخلوا جوه امريكا ودخلوا وسط المجتمع. فتخيلوا دوت واحد بلا هويه. طيب لو ابنك او بنتك ماشي في الشارع والولد ده خطفه والكاميرات جايبه وشه، ايه يعني؟ ما هو مش معروف، مش هيدوروا عندهم في السجلات يلاقوا صورته ده مجرم سابق او متهم سابق عارفينه. طيب لو ابنك او بنتك عايشين في البلد دي ولقى واحد تاجر مخدرات وهيضيع ولادك، وشافوه هو بيبيع في الكاميرات وعارفين ملامحه لكن ملوش اوراق ثبوتيه، ده مين ده؟ ايه رايك لو واحد جه يخش بيتك يسرقه، فجاه طلعت انت من البيت كنت نايم جوه مش البيت فاضي، قام طخك رصاصه والسرق اللي سرقه مش او قتل اسرتك وانت بره البيت، وعندك كاميرات مراقبه وجايباه تماما، بس هو مش فارقه معاه ان هو مش ليه اي حاجه تثبت هو مين. كان بيزنس هنا بالليل يروح حد يكسر الازاز بتاع البيزنس ويخش ياخد اللي هو عايزه ويجري، والكاميرات جايباهم ومش عارفين هم مين. فاللي جايين بقى بدون اوراق ثبوتيه عدوا الحدود، دول عددهم 12 مليون مواطن عايشين ما بيننا، فدول خطر. وكمان ما تنسوش ان السلاح في امريكا مرخص، فهم سهل يحصلوا على سلاح بطريقه او باخرى. فلو ده معاه سلاح ومعهوش حاجه تدينه وجاي يعمل اي حاجه تخريبيه جوه البلد، او هيعيش وسطنا بس مطمن اي اجرام هيعمله مفيش مشكله خالص، لان مفيش حاجه تتمسك عليه. فدول بيجوا من حدود المكسيك. وانا عرفت ان في دول، يعني في مدينه في مصر مش هقول اسمها عشان ما احرجش اهل البلد، انا شخصيا ما كنتش عارف المعلومه دي غير في امريكا هنا، وبالذات السنه دي بتيجي من المدينه دي اسر كامله بيجوا على امريكا الجنوبيه، مش بيجوا على المكسيك، ده بيجوا كمان على اورجواي وباراجواي، بيجوا نيكاراجوا، بيجوا على البلاد اللي تديهم فيزا وخلاص، ويجوا بقى يكملوها داخلي جوه امريكا الجنوبيه من دوله لدوله لغايه ما يوصلوا للمكسيك، ويمشوا في غابات المكسيك مع عصابات مكسيكيه، ويجي عند الحدود ويسيبوهم يخشوا من الاراضي الامريكيه. دي مدينه طلعت معروفه قوي هنا في امريكا، انا ما كنتش عارف حاجه خالص، بعيده عن اسكندريه، فطبعا انا ما كنتش عارف حاجه، لكن فوجئت ان معروف جدا ان المدينه ديت في مصر بيجي ناس منها كتير. وخدوا الواقعه اللي حصلت الشهر اللي فات، اب جاي هو وبنتين ولد وبيهربوا مع عصابه مكسيكيه، القوات حرس الحدود المكسيكيه ضربت عليهم النار، ابنه اخذ طلقه ومات في لحظتها، بناته الاثنين اصاباتهم حالتهم خطر جدا، والراجل جات له اصابه بسيطه في رجله، فهو الوحيد اللي اصابته بسيطه، لكن حد من ولاده مات واثنين في حاله حرجه جدا جدا جدا. فطبعا قصه مرعبه. ولما جيت بقى بسال في الموضوع لقيت ده معروف. هو انت ما تعرفش؟ لا انا ما اعرفش لان انا مش من المدينه ديت. فطبعا ده اللي ترامب بيحاول يمنعه. ان تخيلوا اسره تيجي باطفال صغيره يمشي في الغابات، طب انت ازاي تأتمن العصابات دي على اولادك؟ لو حد اعتدى على اولادك، لو حد خطف ولادك منك وبيتاجروا في الاعضاء. في امريكا الجنوبيه بيخطفوا البنات يشغلوهم في الدعاره. ايه رايك لو خطفوا بناتك بدل ما كانوا يضربوا عليهم نار؟ طب ده اللي ضرب النار قوات حرس الحدود، لكن انت قوات المافيا دي هي اللي الخطر اكبر عليك وعلى اسرتك. وطبعا طول السكه بياخدوا منهم كل الفلوس اللي معاهم، حتى لو بفلوس يقلبوهم في فلوس وفلوس وفلوس، وبيقضوا ليالي في كامبات في الغابات عشان يعدوا حدود لامريكا. هل ده يرضي اي حد في اي بلد في الدنيا؟ ترضاها انت ان حد يخش بلدك باعداد مهوله كل يوم انت عارفهم وشايفهم ومش قادر تمنعهم؟ امريكا بلد المهاجرين، امريكا فاتحه احضانها لكل المهاجرين. اكم من دكاتره، مهندسين، مدرسين، محاسبين، اصحاب بيزنس، مليونيرات، مليارديرات من جنسيات مختلفه عن مش مولودين في امريكا. ايلون ماسك نفسه مش مولود في امريكا، ده جه طالب مهاجر فيزا سياحه من جنوب افريقيا يدرس هنا، وبعد كده عدل وضعه وبقى شوفوا ايلون ماسك بقى اغنى رجل في العالم. فاحنا يا جماعه هنا بلد بنرحب بالمهاجرين، احنا نتمنى اي حد نفسه يجي امريكا ويلكم تو ذا كلاب، اهلا بيك. البلد دي مش بلد هزار، البلد دي مش مستقبلانا عندها عشان احنا بنتدلع،
او عشان احنا بنهز الشجر ينزل دولارات. في فيديو مشهور كذا حد عربي عامله بيقول شوفوا تصور اهلي عن الدولارات اللي انا بكسبها، يقوم فاتح باب البيت يطلع معلق على الشجره بره في ورق الشجر دولارات، يقطفها ويخش يقول انا كده اهلي فاكريني بهز الشجره تنزل دولارات. ده ما بيحصلش. احنا هنا بنذاكر، بنتعب، بنجتهد، بنبني مستقبلنا، بنفتح بيزنس، بنبقى لينا كارير، بيبقى لينا وضع، بندفع ضرايب في البلد دي. صوتنا مهم جدا. انتوا متخيلين يعني ايه ان انا كمواطن عربي في البلد دي قد كده صوتي قوي؟ خلوني اقول لكم حاجه حلوه قوي عجبتني في الواقعه دي. احنا كعرب اتفقنا واتحدنا من غير ما نتكلم مع بعض. المسلمين خافوا جدا من موضوع المثليه الجنسيه وموضوع ان هم هيدرسوا الجنس في المدارس والتحول الجنسي. الاباط المسيحيين خافوا جدا، مع الامريكان المسيحيين المحافظين خافوا جدا. فاتحدنا ان احنا محافظين وهنكمل في السكه دي اللي قائدها ترامب. فاحنا اتحدنا كعرب من غير ما نتكلم مع بعض. يا ريتنا بقى كعرب في كل البلاد العربيه في مختلف القضايا التانيه نتحد ونحس ان صوتنا مؤثر وانه بيوصل وانه ممكن يعمل حاجه. انا مش هقول قمه سعادتي مش انه فاز ترامب، ان حسيت صوتي مؤثر وصوت مراتي مؤثر وصوت بنتي مؤثر وصوت ابني مؤثر وصوت صاحبي مؤثر. وبدانا نبعت لبعض على الجروبات، ايه هتعمل ايه؟ هتقول لمين؟ ها انت معانا انت مش معانا؟ انا لقيت في منظمات مسيحيه هنا امريكيه بيخبطوا على البيوت يسيبوا لنا ورق، احنا ما بنفتحش الباب هنا، فبيعلقوا في مقبض الباب من بره ورقه من فضلكم حافظوا على امريكا بتعليمها المسيحيه ان احنا ضد الترانسجندر، ان الطفل يحول. فتخيلوا كل دول اتحدوا الى جانب بقى حاجه مهمه جدا، الاقتصاد اللي احنا محتاجينه. فاحنا ما صوتناش لترامب عشان نمنع الهجره لاخواتنا اللي جايين جداد، ان يا جماعه احنا خلاص جينا وبنقفل الباب علينا ما حدش يخش غير باذن. لا يا سيدي، تعال البلد دي بالطريقه الشرعيه. هتقول لي طب لو انا جيت بفيزا سياحه وكسرت الفيزا، او انا جيت بفيزا طالب وكسرت الفيزا، لا انت كده مهاجر داخل البلد بشكل قانوني. انت محتاج بس تعدل وضعك يا سيدي. لو انت جيت تدرس حقيقي وناوي ترجع بلدك، فقابلت بنت في الجامعه حقيقي بقى مش هزار وارتبطت بيها وعاوزين تتجوزوا وهي امريكيه فاتجوزتها وقعدت في امريكا، ما انت كده عدلت ورقك ووضعك بطريقه قانونيه بحاجه انت عايزها وحاجه انت حاببها وجت لوحدها. يبقى انت كده داخل قانوني وورقك اتظبط قانوني كمان، وهكذا بقى. فاللي داخل قانوني فيزا سياحه، فيزا زياره، فيزا بيزنس، فيزا انه بيدرس وعاوز يعدل وضعه القانوني، اهلا وسهلا بيه. ده مش هيكرش. مفيش حاجه بالمناسبه، مفيش حاجه جوه امريكا ان في ضابط يخبط على بابك يقول لك وريني اوراقك امشي اطلع بره مكتفينك ورامينك. ده بيحصل في اوروبا الكلام ده، لكن مش عندنا في امريكا. امريكا بلد المهاجرين، طالما انت موجود فيها اهلا وسهلا بيك، حطيت رجلك على الارض اللي بتحمي المهاجرين. الى هنا خلص الفيديو. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس، اشترك في القناه، سيبوا لي اسئلتكم وتعليقاتكم بقراها باهتمام وهرد عليها دايما. واستمتعوا بحياتكم. سافر مع السلامه.